الجزائر العاصمة، لأنه حتى النظام الجزائري تاريخيا ويعترف باللي المغاربة دعمونا. باش تجي انت اليوم عليها قلت لك حنا رانا نكارين الخير. كما مثلا عندنا الجيران تاعنا في ليبيا خصوصا في المغرب عاونونا وقت الثورة التحريرية، ودركا رانا نسبوا فيهم ونقولوا ما عاونوناش. حنا هذا ما عاونوناش اخي. اسمح لي راه جا ماكرون الرئيس الفرنسي لو بريزيدون دو لا فرانس وقال لك باللي نشكر المغرب لانها عاونتنا ضد اندلاع الثوره الجزائريه في 1954. قالها وراها مسجله. سمعتيه انت؟ واه سمعتها انايا في هذاك في القناه الفرنسيه. بعد في المغرب نحاو هذاك المقطع، بصح في القناه الفرنسيه خلاو هذاك المقطع نتاع نشكرها عاونتنا في حرب الفيتنام لاندوشين وعاونتها في الثوره الجزائريه. هذيك قالها ماكرون نوار سور بلون. تفهمي اللغه الفرنسيه وفهمتيها؟ بزاف ديال الجزائريين اللي كيسبوا دابا المغرب في الريزو سوسيو اغلبهم ما عرفش الدور ديال المغرب الكبير، التحرير ديال الجزائر، الثوره الجزائريه للتحرير والاستقلال ديال الجزائر على فرنسا. فالمغرب كان من اكثر الدول اللي عاونات الجزائر لا سياسيا لا دبلوماسيا لا عسكريا. فسياسيا المغرب كانت كتضغط على فرنسا باش تصل الجزائر على الاستقلال ديالها. لوجيستيكيا كان المغرب يعني كيسهل الولوج ديال الاسلحه من الحدود ديالو. المدن الشرقيه ابرزها وجده كانت ملجأ للثوار فيها، ومنها كيخططوا العمليات ضد المستعمر الفرنسي. فالملك محمد الخامس والمغرب اون جينيرال كانت عنده الشعور بالوحده ديال المغرب العربي وانه مسؤول انه يعاون الجزائر للحصول على الاستقلال ديالها. تاسف على هذه المشاهد اللي كتشوفهم في السنوات الاخيره وفي العقد الاخير. ماناش نقولوا للناس او الناس بداو كيتنكروا لشنو دار المغرب، ولكن خاص الناس الصغار يعرفوا شنو وقع في التاريخ، لانه التاريخ ما كيتزورش، التاريخ ما كيتبدلش. الشيء اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا شوف مدى الجهل ديال بعض الناس التاريخ وبالحقائق اللي وقعات والمساعده المغربيه الجزائريه الثوره التحريريه. الناس ما عارفينش كاع هاد لي زانفورماسيون، كيعرفوا فقط من الاعلام ان المغرب هو العدو ديالهم. خليكم مع الفيديو اخوان، خلونا ارائكم في التعليق ونتلاقاو من بعد. في الجزائر العاصمة، لأنه حتى النظام الجزائري تاريخيا ويعترف باللي المغاربة دعمونا. باش تجي انت اليوم عليها قلت لك حنا رانا نكارين الخير. السلام. وعليكم السلام. حبيت نسقسيك نتايا درك انت الجزائر قراتك باطل في الجامعة الجزائرية قريت باطل. اما ضام انا وانت كنا نلعبوا الكراكب مع بعضنا، تهضري معي بواحد الطريقه كشغل نعرفوا بعضنا ولا بالعقل بطريقه محترمه. لا خاطرش قراتك الجامعة بالعقل كالما بالعقل مدام ما كان لا تسوغي وتعيطي ويسمعوك في تل ابيب بالعقل. وش هو قراتني الجامعة الجزائرية هكا؟ نعم ايه صح. قراتك الجامعة الجزائرية باش تسبها وديت لابورس نتاع لونيفرسيتي تاع في الجيري، قراتك باش تطلع انت وتسبها. عطوني لابورس انا، فهمتني؟ وقراتك انت يا خريج الجامعة الجزائرية. وكي قراتك الجامعة الجزائرية باش اوليو باش تشكرها وتقول زعما على هاد لا فاصون اللي تهضر هادي تاع الجزائر اللي علماتك هاد الهضره اللي تهضر فيها الجامعه الجزائريه. انا شوفي انا راني جزائري، عندي واحد الطبيعه، انا نحترم بلادي. ما على بالناش باللي راك جزائري ولا لا. دقيقه درك نحددوا ونأكد لك باللي راني جزائري. انت قلتي انا قراتني الجامعه الجزائريه وراني نسب فيها. كما مثلا عندنا الجيران تاعنا في ليبيا خصوصا في المغرب عاونونا وقت الثوره التحريريه، ودركا رانا نسبوا فيهم ونقولوا ما عاونوناش. حنا هذا ما عاونوناش اخي. اسمح لي راه جا ماكرون الرئيس الفرنسي لو بريزيدون دو لا فرانس وقال لك باللي نشكر المغرب لانها عاونتنا ضد اندلاع الثوره الجزائريه في 1954. قالها وراها مسجله. سمعتيه انت؟ واه سمعتها انايا في هذاك في القناه الفرنسيه. بعد في المغرب نحاو هذاك المقطع، بصح في القناه الفرنسيه خلاو هذاك المقطع
نتاع نشكرها، عاونتنا في حرب الفيتنام لاندوشين وعاونتها في الثوره الجزائريه. هذيك قالها ماكرون نوار سور بلون. تفهمي اللغه الفرنسيه وفهمتيها؟ نوار سور بلون قالها لهم، سيدتي قالها لهم. تحبين نخليك في الجهل تاعك ولا نقول لك الحقيقه وشو هي؟ وشنو هي الحقيقه؟ احنا سمعناها بودنينا. هاو ما سمعتيش يا سيدتي، قالوا لك التلفزيون الجزائري برك. لا انا سمعتها في قناه فرنسيه. ماكرون ما قالش باللي المغاربه عاونونا ضد الثوره الجزائريه، اصلا راهي فرنسا نفسها دوغول وقتها، دوغول بعث المبعوث تاعو وقتها الملك محمد الخامس رحمه الله عليه اللي مسمي عليه الشارع في الجزائر العاصمه، لانه حتى النظام الجزائري تاريخيا ويعترف باللي المغاربه دعمونا. باش تجي انت اليوم عليها قلت لك حنا رانا نكارين الخير. دونك شوقي بن زهره اذا راكي تقولي راهي قراتوا الجامعه الجزائريه ويسب فيها، دونك راني جزائري، دونك انا تسمى في الطبيعه تاعي نكره الخير والطعن في الظهر. هذا هو واش نقدر نتفق فيه معاك. ماكرون قال لك بانه يعني مع المغرب على عكس الجزائر، مع المغرب كانت هناك اتفاق جنبنا وجنب المغرب اننا ندخلوا في حرب فيها 8 سنوات مثل ما حدث مع الجزائر. درك نتوما تحبوا تبقاو في الجهل تاعكم وفي الروايات، روحوا تحبوا نعطي لكم انا الواقع والحقيقه ونقدروا حتى نجيبوا المقطع، ما كان حتى مشكل. برك ونا بلا ما تتبعوا برك يا سيداتي، ما تتبعيش برك، ما تتبعيش هكاك برك. وزيد بالزياده انت تسمعي الرئيس الفرنسي ولا تسمعي مثلا دقيقه بقاي معنا سمعي هذا. لأن يا أخي إحنا ما فيش شيء اللي يفرق ما بيننا وبين إخواننا في مراكش بكل صراحة. ثم وقت الثورة الإخوان المراكشين والله كانوا في جنبنا يعني، وعملوا المستحيل يعني في والملك محمد الخامس لن ننسوا أبدا، ما في جزائري لا ينسى يعني يدور بيض علينا. هذا راهو احمد بن بله اول رؤساء الجزائر اللي اول الامور اللي دار حرب مع المغرب. بصح رغم ذلك يعترف بانه وقت الثوره التحريريه عندهم خير كبير علينا، ومحمد الخامس عنده رحمه الله عليه عنده خير كبير علينا. منين تجيبوا انتم؟ درك انا نسمع لك ليك انت ولا نسمع لاحمد بن بله على سبيل المثال؟ نقدر نسالك سؤال خليتك تتكلم؟ تفضلي. يزيد فضلك. شوف هي في الحرب نتاع 1963 حرب الرمال، خليني نتكلم. حرب الرمال هي غير خرجت فرنسا منا وحنا دينا الاستقلال منا، راحت فرنسا بعثت الالات الحربيه تاعها ولي الشار ولي زافيون وهذيك، وقالت للمغرب ادخلي على الجزائر وهاجميهم. يا اخي هذه صح؟ هذه كاع راهي مكتوبه وقالها بومدين ربي يرحمه. اختي رانا نتحاور كيما احنا سمعنا لك سمعنا. خلينا في النقطه هذه برك. انت قلتي فرنسا دعمت المغرب في حرب الرمال، احنا شكون دعمنا؟ نعم احنا شكون دعمنا؟ راك تهضر على حرب الرمال؟ ايه انت اللي راكي تهضري عليها مانيش انا نهضر لك على حرب الرمال باسكو غير خرجت فرنسا منا، هما دخلوا منا حبوا يدونا ارضنا، وحنا شكون عاوننا؟ احنا اللي دخلنا ولا هما اللي دخلوا؟ شكون دخل؟ هما دخلوا لنا في حرب الرمال. المغرب حبت دير وجابت وحنا كنا عاد خارجين منها حرب، مازال عاد الشهداء مازال ما ندفنوا، وعاد مازال الامهات الجزائريات كاين اللي كان ولدها كاين اللي كان زوجها ما دفنوهمش ودخلوا لنا في حرب الرمال. قبل ما نروحوا لحرب الرمال تسمى دركا راكي تعترفي باللي المغاربه وقفوا معنا وقت الثوره التحريريه كما قال لك السي احمد بن بله. نجاوبك؟ ايه في الثوره. شوف في الثوره راني نهضر لك على الثوره، ثوره الجزائر. نعم شوف هما كيما يقول لك الرئيس ربي يرحمه بن بله قال لك باللي عاونونا، وحنا مام بومدين ربي يرحمه قال لك احنا عاوننا الشعب المغربي وماناش قليل الخير. هذه قالها الرئيس الشعب المغربي عاونوه. الشعب المغربي راني نقول لك اسمعني بيان. وبوخروبه وقت الثوره وين كان؟ بوخروبه وين كان وقت الثوره؟ وين كان عايش؟ كان عايش في الجزائر.
كيعيش في الجزائر. انا عني الشيطان ما ضمر شوف كانوا كاع يروحوا للمغرب، اصبري كانوا يروحوا للمغرب وتونس، كانوا المجاهدين تاوعنا كانوا يروحوا دي فوا للمغرب، دي فوا يروحوا لتونس، دي فوا يروحوا مع الحدود. هل بوخروبه دخل في حياته الجزائر قبل يعني ما قبل ما 1962 بين 1954 و 1962؟ وين كان؟ عطينا انت الجواب. شوف احنا الجزائريين نعرفوه باللي انايا نعرفوه احنا الجزائريين بصفتي كجزائريه، راني نعطيك في المعلومات اللي عندي انايا. راه باللي كان هو كان يحارب وكان باللباس العسكري، ونشوفوه باللي كان في الناحيه الشرقيه ولا تاع الشمجيت اللاست دالجيري. يا اخي هو من كان في خنشله بالك يحارب ويقاوم ويدير في الثوره ويجاهد. هو ما شوف الهواري بومدين هو من الشاويه، ما نعرفش وين هي بلاد بصح. شوف اسمح لي انا حابه نقول لك غير كلمه، رانا نهضروا نتناقشوا، انا نقول لك اللي عندي وانت تقول لي اللي عندك. ماشي كان مع حفتر جهه ليبيا ثاني ولا ما راحش لتم زعما؟ نو مانيش نتمسخر باسكو شوفوا الطياره تاع الخمسه تاعنا هذيك شكون اللي بيحهم؟ درك نحكيو بجديه. هي درك نجيو للطائره. بوخروبه ممكن من الضروري اننا نحلوا العينين لبعض الناس اللي ما عارفينش. كاين بعض الناس اللي ما عارفينش الحقيقه، فهادو فقط جزائريين هما اللي كيهضروا، واحد معارض وواحد مؤيد. فكنت اول مره اللي كانت كتهضر مع على بلاش كاع شنو واقع، يعني كتجيب داكشي غير من الاعلام، الاكاذيب اللي كيصبوا عليهم الاعلام يوميا يعني متيقه. علاش كنقولوا على الاعلام من اكثر الاشياء المؤثره على الانسان. لهذا بغينا نديروا هذا الفيديو باش نوضحوا للناس الحقيقه والدور المغربي، وان المغرب والجزائر يعني منذ زمن يعني كانوا واحد. من بعد جاء يعني اتفاقيات سايكس بيكو اللي ريبات كلشي، واللي كلشي دات ليه الحدود، ولات هذه القوميات الجديده اللي ولينا كنسمعوا بها. من يكون عجبكم الفيديو خلونا اراءكم في التعليق. تلقاو فيديو جديد. سلام.